السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن أهم ليلة في رمضان اللي كلنا مستنيينها، ليلة القدر. النهاردة خلاص هتبتدي العشر الأواخر من رمضان، ورسول صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد جدا في العبادة في العشر الأواخر دول. يا ترى ليه؟ علشان الرسول قال لنا تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حد عارف إيه هي ليلة القدر؟ احنا حافظين الصورة كلنا كويس قوي، تعالوا كده نسمعها مع بعض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إيه اللي نزل في ليلة القدر؟ مين عارف؟ القرآن، صح، القرآن هو اللي نزل في ليلة القدر، وده اللي بيزيد شرف وأهمية ليلة القدر اللي هو أنزل فيها القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر، لما الله سبحانه وتعالى يقول لك وما أدراك حاجة، يعني أنت مهما قعدت تفكر كده مش هتقدر توصل لمدى عظمة وأهمية ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني إيه خير من 1000 شهر؟ يعني أي عبادة حتى لو صغيرة هتعملها في ليلة القدر كأنك قاعد بتعملها 83 سنة و4 شهور، يعني بتاخد ثواب ليلة واحدة ب83 سنة و4 شهور بتعمل العبادة دي. كمان في ليلة القدر إيه؟ قلنا تنزل الملائكة والروح فيها، يعني الملائكة وسيدنا جبريل بينزلوا على الأرض. نزول الملائكة معناه إحساس بالبركة، إحساس بالسلام والطمأنينة، لدرجة إن في علماء قالوا إن عدد الملائكة في ليلة القدر على الأرض بيكون أكبر من عدد البشر. كمان ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني إيه؟ يعني كل أقدارنا لمدة سنة، الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة، الرزق وكل حاجة بتتكتب في ليلة القدر أو بتنزل من اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى للملائكة. وكلنا سمعنا الحديث قبل كده اللي بيقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب أنا كطفل جميل أمور هعمل إيه في ليلة القدر؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا محدش عارف هي ليلة القدر انهي ليلة بالظبط في العشر الأواخر، فاحنا هنعمل شوية حاجات دول كل العشر الأواخر عشان اخد ثواب ليلة القدر. رقم 1، هات الحصالة، معلش هات الحصالة في العشر الأواخر حتى بس، وهنطلع كل يوم جنيه، نص جنيه اللي تقدر عليه، بس يكون كل ليلة كده أتصدق بيها. حلو. طيب رقم 2، بعد صلاة العشاء لو أنا ما قدرتش أروح أصلي التراويح مع بابا هصلي صلاة الوتر. إيه صلاة الوتر دي؟ دي ركعة واحدة بس، هقول فيها الفاتحة وقل والله أحد وأركع وأسجد وأقول التشهد، وبعد كده هسلم، وكده خدت ثواب قيام الليل. رقم 3، لما السيدة عائشة سألت سيدنا محمد قالت له لو أنا عارفة إن دي ليلة القدر أعمل إيه؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأنا قاعد في السرير هفضل أقول الدعاء ده لغاية لما أروح في النوم. كمان قبل ما أنام أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. أنت عارف إن قل هو الله أحد 3 مرات كأنك قريت القرآن كله. طيب لو عملت الحاجات دي كأني قاعد 83 سنة و4 شهور بعملهم، وهاخد ثواب كبير قوي قوي لما صادف ليلة القدر إن شاء الله. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبلها منا، واشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.